بصوا بقى، شويه السندوتشات دول بيعالجوا اي اكتئاب حقيقي. كنت عند ماما وقالت لي قومي اعملي لنا شويه سندوتشات. قلت لها تمام. جبت الطاسه بتاعتي وبصلتين كبار مقطعاهم كده شرايح، وطماطمتين كبار مقطعاهم شرايح كبيره، وبدات انزل عليهم على الزيت اول ما بدا يسخن، واقلب كده تقليبه حلوه. بعد كده ضفت التوابل بتاعتي. ضيفي بقى التوابل اللي تحبيها، بس انا ضفت هنا معلقه من البهارات بتاعه السجق، معلقه كمون ومعلقه كزبره، وبدات اقلب كده تقليبه حلوه عشان التوابل تدخل في البصل والطماطم. وابدأي بقى ضيفي الملح بتاعك والشطه على حسب ما انت بتحبي، وشويه فلفل اسود، وقلبي كده برضو تقليبه حلوه لحد ما الطماطم والبصل يتبلوا. بعد كده جبت بقى نص كيلو السجق بتاعي وقطعته قطع صغيره، وبدات اضيفه على البصل والطماطم بعد ما دبلوا، وقلبته كده تقليبه حلوه. ونزلت هنا بربع كوبايه ميه علشان السجق يستوي فيها. هنا خلاص الخطوه دي هتغطي عليه وتسيبيه 10 دقايق، وهترجعي تلاقيه استوى بقى زي الفل. هنا خلاص كان استوى 10 دقايق بالظبط. كانت الريحه بتاعته قلب البيت والطعم بتاعه خرافي. جبت بقى العيش الفينو بتاعي وبدات اضيف فيه السجق. وعايزه اقول لكم ان السندوتش ده حرفيا كان تحفه تحفه، والريحه بتاعته بتودي في حته تانية، لازم تجربوها.